قلبا حن على البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك وآلائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول خير مما نقول، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الإخوة الأفاضل، السادة الكرام، الأساتذة، الطلاب، نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. وإن كانت من كلمة لا بد منها وهي لم يكن لها إعداد مسبق، وإنما المسألة ارتجال، وينبغي إلا نتصنع على الارتجال. فالمسلم ينبغي أن يكون في كل خطواته أن تكون مدروسة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أيها الإخوة، وأخص المتخرجين الذين يغادروننا كل إلى حيث قضى الله عز وجل له من هذه الحياة، ألا ينسى الله طرفة عين. مشكلة الأمة اليوم هي نسيان الله والدار الآخرة. أعظم مشاكلنا في هذا العصر هي نسيان الله والدار الآخرة. ربما نتصنع الكلام، نجيد اللباس، نتقن المنطق، نحذلق الفلسفة، نفعل كل شيء، وكل ذلك مهما بالغنا في صنعه بمعزل عن الله وعن الدار الآخرة فهو إلى بوار. ولذلك قل وزننا وذهب مجدنا وضعف قدرنا وزال عزنا. والرهان الوحيد الذي ينبغي أن نراهن عليه هو إحياء هذه الحقيقة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم طفلا كابن عباس، وربما لم يتجاوز 12 عندما قال له وهو مردفه خلفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عندما نسير في بيداء الحياة تتربص بنا شياطين الإنس والجن، وإذا ذهبت تصنع لكل إنسان صنيعه تتوقاه، فعندئذ لا بد أن تقع في بعض الشباك والفخاخ والمصائب. وإذا كان همك الله وقاك كل ذلك وعلمك كيف تخرج. قبل قليل عندما تلا علينا الأخ العريف المقدم أن تصانع المريح وإلى آخره، كل ذلك ينبغي أن يكون بميزان الشرع، وإلا كانت المكيافيلية هي التي تسيطر علينا. بعد أن قضى الله عز وجل لنا لقاء مع الإخوة المتخرجين عبر سنوات، ونهلوا من العلم ما قدر الله عز وجل لهم، وأخذوا المفاتيح بأيديهم، فهم أمناء على أنفسهم، ولا يؤتمنون على أنفسهم إلا إذا كانوا أمناء على الله. الله الذي له الخلق والأمر، الله الذي بيده النفع والضر، الله الذي هو بكل شيء محيط، الله عالم ما في السر ويعلم السر وأخفى، الله الذي إذا حسبنا له حسابا فقد حسبنا حسابا لكل شيء، وإذا أهملناه من حسابنا فنحن عبيد لكل شيء. حينئذ نفقد حريتنا، نفقد كرامتنا، نفقد إنسانيتنا. حقيقة لا بد أن يتملاها المسلم طويلا. سلخ المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمره 13 عاما من الدعوة إلى الله ليقررها في نفوس البشر في مكة قبل أن ينزل أي تكليف، وأدركها كفار الجاهلية بصدق عندما قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالها أبو جهل وأمثاله. فاحفظ الله يحفظك. عندما نسير ونمضي في هذه الحياة علينا أن نذكر الله في سرنا وعلانيتنا. أكون خائنا إذا خطبت الناس على المنبر بقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى،
وفي سريرتي وعملي أتصرف كأنني أعلم أن الله لا يرى. يا مصيبة الإسلام بأمثاله، لأن هذا الدين لا يحتاج إلي ولا إلى واحد منكم. هذا دين الله الحي الذي لا يموت. من أتى بنا إلى هذه الدنيا ولم نكن شيئا مذكورا؟ من يرحلنا من هذه الدنيا فنغدو ولا شيء مذكورا؟ إنه الله. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مبتغيا ورود كمالي فالكل لولا الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. منظومة الأخلاق التي ندعو الناس إليها بمعزل عن الإيمان بالله تغدو نفاقا، والبشرية اليوم أحوج ما تكون لمن يبلغها كلمة الله، لمن يقول لها نحن وإياك في الأصل سواء، نحن بنو آدم، والرجل منا من يقلل نسبة حظ إبليس من بني آدم الذي أقسم بعزة الله لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فأنت بقدر ما تستنقذ من بني آدم من حبالة الشيطان. فنسر من حياتنا مع الله، نرجوه لا نرجو غيره، نخافه لا نخاف غيره، نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن هذه الدنيا من أولها إلى آخرها بالقياس إلى الآخرة لا تعدو قطرة الماء التي تعلق بأصبعك إذا غمستها في اليم، فلتنظر بما ترجع. لعلنا إن وضعنا هذا في اعتبارنا أن نكون نصحة لأنفسنا، نصحة لعباد الله، نصحة لكل من على وجه الأرض من بني آدم، فنسعد ويسعد بنا الناس. فلنذكر الله ولا ننساه، ولنخشى الله ولا نخشى سواه، ولنعلم بأن سفينة النجاة هي امتثالنا أمر الله. وبهذه الآية أختم. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعدها سبحانه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، تكليفان في غاية المشقة ولا يتصور صدورهما عن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى إلا في دائرة الابتلاء ليستصفي من عباده، ليمحص الله عباده. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهبها كانت القاضية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنجاتنا في امتثالنا أمر الله، لا في تحايلنا على هذا الأمر، ولا في ترخصنا بعزائم هذا الأمر، ولا بعزائمنا على رخص يجيزها لنا شرع الله في هذا الأمر، أن نكون لله وبالله ومع الله وإلى الله. فإذا ما أقر الله أعيننا يوم الفزع الأكبر ونودي لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وهذا كائن بلا محالة كما علمنا ذلك من نصوص، وسمعنا ذلك الخائب الخاسر وقد نودي باسمه لقد شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. رجونا أن نكون ممن قال الله فيهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، ونحاسب أنفسنا بعد تصرف. ما نسبة تصرفنا فيما يخص تعظيم الله؟ إذا كانت النسبة وافرة فنحن في حيز النجاة والسعادة إن شاء الله، إذا كانت النسبة ضئيلة وحسابنا لغير الله أرجح فنحن على شفا جرف النار. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأستغفر الله
لي ولكم، وأعوذ بالله أن أشقى بما قلت وأن نشقى بما سمعنا، والله سميع عليم بصير، لا سبيل لنا إلا إليه، ومردنا إليه، وحسابنا بين يديه، هو الحي لا إله إلا هو، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى عما يصفون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودع الله الإخوة الخريجين أماناتهم وخواتيم أعمالهم، وأسأل الله أن يجمعنا حيث يشاء مما يبلغنا مرضاته في تحرير أقصانا وفي جنة الفردوس بعد ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. فالنصر يريدك أن تجهد